السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم في يوم جديد بقى وحاجة جديدة من خبايا الفراخ البياضة. الله أكبر الله أعظم. طبعا انتوا عارفين ان انا ماشيه معاكم يوم بيوم وبقول لكم الفراخ بشرت امتى، الفراخ جابت بيض قد ايه، ما النسبه قليله، ده اكلت ايه ما اكلتش ايه. طيب انا لما قعدت كده انا عندي يا جماعه ما شاء الله اللهم بارك حوالي 200 فرخه، كله على بعضه، كله يعني بياض على بلدي على كله. البلدي انا مش والله العظيم ما عارفه قد ايه، بس تقولوا مثلا ممكن حوالي 30 او 40. ده البلدي. تقريبا البيض اللي انا باخده كل يوم، انا حطيت لهم اكل عشان يبعدوا عنا شويه. البيض اللي انا باخده كل يوم اكتر حاجه يعني التلت والتلتين، التلت بلدي والتلتين بياض، والبياض يعني كله على بعضه نسبه 35%. طب العيب فيا انا عندي جزء كبير لسه ما بشرش، لان انا جايباه لسه متاخر، تقريبا نصهم. الله اكبر الله اعظم، تقريبا نصهم. بس اللي شاغل بالي، اللي خلاني اكتشف حاجه، ان الفراخ البيضه اللي هي اللي قدامكم دي، اللي هي البيضه دي الايزه دي، انا كنت جايبه منها اللهم بارك 40 واحد، 40 فرخه. فال 40 فرخه دول قولوا مات منهم 5، يبقى 35. الله اكبر، الفراخ عماله تاكل في رجلي. يبقى 35. ال 35 دول انا تقريبا بجيب في اليوم 10 بيضات ابيض، 10 بيضات، يعني يوم ما ربنا يكرمنا قوي يعني يبقى 15 بيضه. طب الباقي ده ما بيبيضش ليه؟ فلفت نظري، فقلت في حاجه. يعني انا الفراخ البيضه دي جايباها امتى اهي، عشان تبقوا عارفين. الفراخ دي البيضه دي انا جايباها امتى؟ انا جايباها في نص 8، زي ما انا قلت لكم في الفيديو اللي فات، انا جايباها في نص 8. كفايه يا اولاد، حطي جوه عشان يبعدوا عنا شويه. انا جايباها في نص 8. بصوا عايزه تطلع عشان تاكل، وانا حبسها، وهقول لكم انا حبساهم ليه دلوقتي. دول 4. لما انا اكون جايباها في نص 8 والدكتور قايل لي ان هي عمر 100 يوم، يعني هي قاعده عندي دلوقتي 5 شهور، يعني هي قاعده عندي دلوقتي 150 يوم على ال 100 يوم بتوع الدكتور، يعني كده 250 يوم، يعني 8 شهور عمرها، 8 شهور. وتخيلوا اللي قدامكم دول لسه ما بشروش، لسه ما بشروش. معروف ان الناس احنا بنشتري الفراخ البيضه، الفراخ البياضه، ويقول لك ايه دي عمر 100 يوم و40 يوم وهتبشر عندك. 40 يوم اللي قدامكم دي قاعده عندي 150 يوم وما شفتش منهم بيضه. فلما انا قعدت مع نفسي كده، فاكرين الفيديو اللي فات قلت لكم الفرخه دي كانت جايه لي صغيره جدا وقاعده عندي اهي، ولسه حتى ما طلعلهاش طربوش ولا اي حاجه اهي. شايفين الفرق ما بين دي ودي؟ ولما مسكت الفرخه دي اللي هي من غير طربوش دي، لقيت العظمتين لازقين في بعض، لازقين في بعض حرفيا، يعني ما فيش نص سنتي حتى. فقلت خلاص ده عيب خلق فيها او سرده، انا قلت سرده. طب قلت يا بنت، طب طالما دي كده، طب ما تمسكي الفراخ التانية وقيسيها العظمتين وشوفي ايه اللي واسع وايه اللي بيبيض وايه اللي ما بيبيضش. لقيت دول ال3 اللي قدامكم دول يعني نص سنتي. شوفوا الفرخه وشها احمر ازاي، وقاعده عندي 150 يوم بتاكل، وفي الاخر ما اشوفش منها بيضه. 4 فرخات اهو طبعا، ولسه في تاني انا ما قستش كله، يعني 4 فرخات 150 يوم بياكلوا. تخيلوا بكلفوا اكيد قد تمنهم، يعني لو انا جايبه الفرخه ب 200 جنيه اكيد اكلوا باكتر من 200 جنيه، يعني الفرخه واقفه عليا ب 400 جنيه دلوقتي. ادتني بيضه ما ادتنيش حاجه، كسبت منها حاجه ما كسبتش حاجه، كسبت حرقه الدم، وكسبت ان انا عماله الوم في نفسي اقول انا غلطت في ايه، انا عملت ايه، انا سويت ايه، رغم ان انا باكل كويس والله العظيم، وجايبه الفيتامينات كلها. راجعوا الفيديوهات كده، انا جايبه به كاف كولين اغلى حاجه، وجايبه هيه سيلينيوم، وجايبه مضاد سموم، وجايبه الاملاح. بصوا كل حاجه انا عامله اللي عليا وازح، وفي الاخر اجي اقيسهم الاقي العظمتين لازقين في بعض. يعني دي العظمه لازقه في بعض، ال3 فرخات التانيين مفيش نص سنتي، يعني مفيش صباع داخل، صباع واحد حتى مش داخل. امال هيبيضوا امتى؟ هاكل فيهم لحد امتى؟ الصح بقى بيقول ايه والعقل بيقول ايه، عشان بس الواحد قرب يتجنن، يعني الواحد قرب يتهبل والله العظيم من كتر. هات يا مامس ما شاء الله، من كتر ما انا عماله اكل وادفع
والبيض قليل، والله العظيم اكتر بيض جالي في الفراخ دي كان حوالي 75 بيضة من اصل حوالي 200 او 210 فرخة. 75 بيضة، احسبوها انتوا بقى، شوفوا هتطلع قد ايه، كام في المية. واغلبهم بلدي، يعني اللي مفرح قلبي شوية البلدي. طب انا عليا بايه؟ طب اقول لكم خلاصة الموضوع بقى، خلاصة الموضوع. اللهم صل عليك يا نبي. انا واحدة اهو عادية، وفي زي كتير جدا ممكن يضحك عليا، ممكن يحصل اي حاجة. بدأت مشروع زي ده، اتخميت، لقيت حاجات ما بتبيضش، حاجات بتبيض، هكمل ليه؟ هعمل بقى زي مصفى كده، هصفي زي ما انا لميت دول كده، انا هبيع دول. ما هو انا بقى دلوقتي انا بقى ما بقاش غبيه، انا هكلف اكلي ليه دلوقتي وهقعد مستنيه منها بيضه ليه؟ مش عايزه يا ست بيضتها، انا والله ما عايزه بيضتها. لو الفرخه هبيعها الكيلو ب 100 جنيه والفرخه عامله لي كيلو ونص 150 جنيه، احسن من انها ايه، قاعده عماله تاكل. خلاص قدر الله ما شاء فعل، كلفتني 400 جنيه اخد من حقهم 150 جنيه، احسن من ان انا اقعد شايله هم وهتاخد مساحه وهفضل شايله هم اكلها وهفضل شايله هم ان البيض قليل. طب وعلى ايه؟ ده انا يمكن اللي نفعني ان انا عارفه ان انا جايباهم من شهر 8، لان اللي انا جايباهم متاخرين المفروض اخرهم كمان شهر ونص ويكونوا كملوا التبشير كله معايا، اللي هم اللهمن اللي هم دول. اللي نفعني ان انا عارفه ان انا مش جايبه ايزب ابيض غير نوع واحد، هو ده اللي انا جبته في شهر 8، هو ده اللي انا جايباه بس في شهر 8. الكتكوت عايز يطلع عليا، امسكي كده يا بنتي. بصوا تخيلوا ان ده البيض بتاع ال 210 او 220 فرخه، والله العظيم ما كمل 35 بيضه. تخيلوا انا قاعده اهو قافلاه، وكل ما حد يجيب لي بيضه اقول يا مسهل. لما يكون عندك 210 فرخه بياكلوا في اليوم ب 300 ولا 350 جنيه وتطلع لي 35 بيضه، 40 بيضه، 50 بيضه، يوم ما تقولي ان انت هتجيب اخرك يعني 50 بيضه بكامل 50 بيضه ب 200 جنيه وانا باكل ب 350 جنيه. طب انا استفدت ايه؟ طب اصبري، الصبر خير، ما انا صابره، ما انا صابره الحمد لله. بس بقول لكم موقف زي اللي انا فيه لو حد فيكم يعني ظهر عنده او حصل حاجه، نفكر ونمسك الفراخ بتاعتنا ونشوف. الفراخ اللي قدامكم دي معايا بقالها 5 شهور، 5 شهور. انا هقعد ايه اكتر من كده؟ لا دي ما فيش منها رجا، يا اما تبقى سارده يا اما فيها عيب يا اما فيها مشكله. اصل انا يعني انا ما قصرتش، ده انا جبت كل الفيتامينات اللي قالوا عليها واديت كل العلف اللي قالوا عليه ودفيت على قد ما اقدر. وبعدين ده انا جايباهم في 8، يعني ما كانش فيه سقعه ولا حاجه، يعني كان زمانهم بشروا مع التانيين وبدوا مغرقيني بيض. فنعمل ايه؟ نيأس، نكتئب، نقفل، نقول لا مش هنشتغل، لا مش لا انا مش هعمل كده. الحمد لله بفضل الله ربنا موجود والرزق موجود، ويعني هنكمل بالمتاح. ايه بقى المتاح؟ ان انا هشوف زي كده دول خلاص انا عرفت ان دول مش بيبيضوا، اتكل على الله، يلا زيح، هبيع على طول، دول هبيعهم. ايه تاني؟ انا عندي خلاص، انا قلت لكم انا مش هشتري فراخ بياضه تاني، بس يا مكه لو سمحت انا مش هشتري فراخ بياضه تاني. انا مثلا عندي الفرخه اللهمن دي بتبيض بيضه كويسه، انا اديك عندي يعني بيتجوز دول، ما مش راضي يتجوز الابيض، مش عارفه ليه. هو بيتجوز اللهمن ده، بيتجوز طبعا البلدي، يمكن مخموم هو في اللهمن، متخيل ان هو بلدي زي اصحابه يعني. فاللي انا هعمله ان انا هرقد، سايبه الديوك هنا تتجوز براحتها، بس انا ايه بصفي كده مع نفسي، اشوف الفراخ اللي نافعه هركنها واسيبها، والفراخ اللي مش نافعه هبيعها، منها ان انا اوفر اكل واوفر مساحه واوفر ضغط نفسي عليا. يعني انا مش حاجه مش شغاله ما بتجيبليش فلوس، انا هسيبها ليه؟ ما انا اخلص منها عشان راحتي النفسيه. يعني الاسم انا عندي 200 فرخه ونصهم ما بيبيضوش، لا اخلص اشوف اللي شغال الحلو اسيبه واعمل منه انتاج. وبعدين حاجه تانية، الفراخ البلدي لما بتجيلنا ده احنا خلصنا بقى من البياضه الايزه واللهمن، احنا عايزين فراخ بياضه، هاتوا. اتضحك عليكم بعد الشر، حصل اي مشكله، حصل اي حاجه، انا ما عنديش استعداد الصراحه ان انا اصرف الافات تاني. اصل المبالغ يعني كبيره، مبالغ كبيره، شقى عمر فعلا، يعني مش حاجه قليله. فخلاص بقى انا الواحد جاب اخره، فنعمل ايه بقى؟ نكتئب؟ لا انا مش هكتئب ان شاء الله، انا مش هشتري من حد تاني، انا هعمل انتاج بايدي انا بفضل الله. هشوف انا الفراخ الشغاله اللي عندي كويسه وهرقد منها واطلع انتاج يطلع لي بيضه، يطلع لي مكسب حلو، مش هنتعب نفسنا ولا نتضايق.
ده من ناحيه ايه الفراخ البياضه، عشان بس الناس ما يعني بصوا بنوصل لدرجه ان هو ايه انا هتهبل، انا عامله كل حاجه. ايه بقى اللي ايه المشكله؟ ايه الفراخ؟ اجي امسك الفرخه الاقيها ما فيش حتى صباع، ما فيش سنتي، العظمتين لازقين في بعض. تم الشغل. اما الموضوع ماشي مع ناس تانية، خدوا بالكم اغلب اللي فاتحين قنوات مش هيقولوا لكم الكلام ده، والله اغلب اللي فاتحين قنوات مش هيقولوا السلبيات، كله بيقول الايجابيات. وتعالى اشتري مني والحق وجميله ومكسب والبسي ذهب وهاتي وابني فيلل وابني عمارات من الكام فرخه اللي هيبودولك. لا انا بقول لكم الواقع اهو، ما انا واحد اهو، انا لا عايزه مكسب ولا عايزه بتاع، انا فاتحه القناه بقول لكم على اللي بيحصل يوم بيوم وبوريكم. وانا على فكره انا خلاص انا تعبت من موضوع العلف، انا بجيب علف دلوقتي وسط على القد واحط رده واحط سمك، هرجع تاني بالبروتين بتاع السمك، وعامله اللي عليا، وجبت نشاره وبجيب حاجات للارض، وبجيب اللي هو CBL دوت عشان خاطر الارض، ومضاد سموم وبتاع. بصوا مبهدله الدنيا والله العظيم، عامله اللي عليا. فخلاص بقى الموضوع مش نافع معايا بالشكل ده، هبدا بقى ايه اصفي واشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. ويا ستي بدل ما يبقى عندك 200 فرخه خليهم 100 خليهم 50، بس يبقى في راحه نفسيه ان الفرخه بتجيب لك تاكل وتديكي مش بتاكل من لحمي، مش بتاكل من رزقي بس. فالله المستعان. لو حصل انا حكيت لكم اهو التجربه بتاعتي وقلت لكم انا هعمل ايه، انا هبدا اصفي وادبح وابيع او ادبح واكل عيالي ونعمل انتاج كويس. اهو اديك هناك اهو في زيه 3 أو 4، ونعمل انتاج كويس من باقي الفراخ. والله المستعان. مش هنقعد نتفرج على نفسنا واحنا بنخسر يعني، ومش هقعد اعيط واقول اشمعنى انا ومش اشمعنى انا، وقدر الله وما شاء فعل. الحمد لله فضل ونعمه. طول ما احنا واقفين على رجلينا نفكر ونكمل وما تيأسوش. مش معنى ان انا بقول لكم السلبيات ان انتوا تيأسوا ما تعملوش مشروع او ما تعملوش حاجه، لا انا بديكم عشان خاطر لو حد وقع في نفس المشكله ده ما ييأس، يبقى عارف الدنيا فيها الحلو وفيها الوحش. طب لو وقعنا في الوحش نعرف نتصرف ونقف على رجلينا تاني. مش اخر المطاف يعني، مش اخر المطاف، لازم توصل لحل انك تعرف تكسب. يلا تمنياتي ليكوا يا رب ان شاء الله، بتمنى لكم كل خير وكل سعاده وكل رزق. واسعوا وما تيأسوش وما تزعلوش وما تخافوش، اللي كسب مش احسن مننا واللي اشتغل مش احسن مننا، وان شاء الله خير. وادعوا لي بصلاح الحال وربنا يرزقكم جميعا يا رب. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.